فيلم No One Will Save You من أجدد أفلام الخيال العلمي اللي موجود على منصة هولو وديزني بلس. الفيلم بيتكلم عن بنت بتكون عايشة في مدينة وعايشة لوحدها في بيت بعيد عن بقية سكان المدينة دي، وكلهم مش بيحبوها بسبب حاجة في ماضيها. فلما مجموعة من الكائنات الفضائية بتبتدي إنها تهاجم بيتها وتغزو عليه، هتلجأ لمين عشان يساعدها؟ تعالوا نتكلم عن رأيي في فيلم No One Will Save You. واهلا بكم مره تانية في فيلم فليكس، القناه اللي بنتكلم فيها عن الافلام والمسلسلات والسينما. ورجعت لكم تاني النهارده بمراجعه فيلم جديد نزل قريب. هو فيلم نو وان ويل سيف يو، فيلم رعب واثاره. انا كنت متحمس له جدا بسبب الاعلان بتاعه. انا بحب النوعيه دي من الافلام الرعب اللي ممكن تكون مدخله شويه عناصر خيال علمي كده، يعني بحب انا الحاجات اللي من النوعيه دي. وحابه اقول لكم بس قبل ما نبتدي، لو في سامعين اصوات خبط ورزع وكده اعذروني. في شغل بنا بيحصل حوالين العمارة بتاعتنا، فيعني ايه حاولوا تتجاهلوه. وقبل ما نبتدي طبعا ما تنسوش انكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. ولو شفتوا فيلم نو ون ويل سيف يو اكتبوا لي في الكومنتات رأيكم فيه، هل عجبكم ولا ما عجبكمش؟ ايه رأيكم فيه بالظبط؟ ويلا نخش في المراجعة على طول. طيب تعالوا نتكلم بقى عن الحلو اللي في الفيلم ده. الفيلم ده اول حاجه فيه رعب واثاره حلوين جدا، في مشاهد سسبنس قويه جدا في الفيلم وبتبني تنشن رهيب، بتخليك كده قاعد على اعصابك يعني. ودي حاجه كويسه جدا طبعا. يعني لما بنبتدي ان احنا نشوف الهجوم الاولاني مثلا الفضائيين والحاجات دي، بيبقى فيه تنشن وسسبنس حلوة قوي، وهنا بقى بتبقى عناصر الرعب شوية او عناصر الاثارة والسسبنس والتنشن. والفيلم بداية كده من اول ما بيبتدي ان هو يبني بيئة منعزلة للشخصية. طبعا زي ما قلت لكم الشخصية هي بتكون عايشة في حدود المدينة كده، في الضواحي بتاعتها، فبعيدة عن الناس كلها في وسط الغابة كده. فبيبني بيئة منعزلة وكمان كئيبة وحزينة، بيساعد في انك تدخل في مشاعر الشخصية وتحس بالاحساس اللي هي بتحس بيه. فلما بنيجي بقى ندخل في مشاهد اللي هو الشخصية في خطر فعلا بس مفيش اي حد حواليها تقدر تلجأ له. الفضائيين الموجودين معانا بقى بالنسبة لتصميمهم، هما تصميمهم عادي، يعني شكله الين الطبيعي العادي، الفضائي الطبيعي العادي بتاعنا اللي احنا عارفينه وشكله متعارف عليه. يعني انا مش هحرق بس انتوا يعني فهمتوا تقريبا انا قصدي ايه. بس بالنسبة للمؤثرات بتاعة الفضائيين فهي مش سيئة، واحيانا بيكون يعني شكله مريب ومخيف شوية. ولما نيجي نتكلم عن الاداء التمثيلي، فالممثله الرئيسيه هي عملت شغل كويس جدا ومجهود كبير قوي في الدور ده، وهي شالت الفيلم بصراحه لان هي الوحيده اللي في الفيلم يعني بتمثل دور واضح وبارز. فاداءها كان كويس جدا وعملت شغل حلو وباللي كان معطى اليها. والشخصيه بتاعتها اعتقد انها كانت هتبقى احلى وتطورها واضح اكتر لو كان في فعلا دايلوج ومحادثات في الفيلم. يعني انا ما اعتقدش، مش هحاول احرق كتير حوالين المنطقه دي ليه ما فيش دايلوج وكده، بس ممكن ساعات تلاقي الشخصيه بتقول كلام، بس الفكره ان مفيش محادثات في الفيلم كتيره. وحسيت ان ده جرح الفيلم، جرح بعض مشاهد تطور الشخصيه. يعني انا شايف لو كنا شفنا الحاجات اللي بتحسي بيها بتتقال فعلا في كلام مكتوب ودايلوج كنت هنبسط اكتر بكتير. وبالنسبه لي بصراحه ده جرح المشاهده بتاعتي اكتر من ناس تانية، لان انا يعني افلام ما يبقاش فيها دايلوج بصراحه دي حاجه مش دايما بتكون صحيحه، او مش دايما بتكون اختيار صح يعني. الكلام عن المؤثرات فهي حلوة جدا بالنسبة لفيلم يعني أقل ميزانية شوية من البلوك باسترز الطبيعية اللي احنا بنشوفها في السينما، لأن ده فيلم طبعا نزل على طول على المنصات. ساعات هتلاقي لقطات كده شكلها غريب، شكلها مش معمول بإتقان شوية. بس أنا أقدر بصراحة يعني أعدي الحاجات دي لأنها ما أثرتش على تجربة المشاهدة وما كانتش كتيرة. الفيلم من ناحية الألوان كان حلو جدا، وفي مشاهد كده متصورة بشكل كويس، في لقطات بالكاميرا، تحريك الكاميرا والحاجات دي برضو ليها علاقة بقى برضو بالإخراج. فكانت حلوة قوي بصراحة، وودت كده حاجة كرييتيف أو خاصة بالفيلم ده مختلفة عن أفلام تانية. ولما بنيجي نخش كده لمرحلة معينة في الفيلم بيبتدي ان هو يرويك مؤثرات مشوشة كده، حاجات تلخبط الشخصية. فاعتقد ان المؤثرات دي كانت برضو كانت معمولة بشكل كويس وبتدي الفيلم اختلاف. يعني لو شفتوا الفيلم برضو هتفهموا انا قصدي ايه. وكانوا بيستخدموا الاصوات بشكل كويس قوي في الفيلم في البداية كمان، يعني اصوات الحاجات المحيطة بالشخصية بتاعتنا. الفضائيين نفسهم هما بس مجرد بيتحركوا استخدموا الاصوات بشكل كويس، او الساوند ديزاين كان معمول حلو. اكتر حاجه جرحت الفيلم ده بالنسبه لي هو نهايته الغير مرضيه بالنسبه لي. يعني انتوا شايفين ان انا اغلبيه الوقت كنت بمدح في الفيلم، ما عجبنيش فكره ان ما كانش فيه دايلوج بس عديتها، يعني او ما كانش فيه محادثات بس عديتها. بس الحاجه اللي ضايقتني قوي في الفيلم هو النهايه الغير مرضيه، او بالنسبه لي انا على الاقل ما رضيتش بيها بصراحه. حسيت ان انا
كانت ما قفلتش الفيلم قفله كويسه، بتسيبك باسئله كتيره جدا وحاجات ما اتحلتش يعني. بتسال طب هي اشمعنى كده حصل، طب ما ليه ده حصل، طب ها وها و فاللي هو انت تبقى قاعد في الاخر كده يعني الفيلم ما ادكش نهايه مريحة بالنسبة لك عشان تقول اه ده انا اتفرجت على فيلم وقفلته. ممكن افلام تقفل النهاية مفتوحة، تسيبك بسؤال بس مش اسئلة كتيرة، واسئلة مهمة جدا يعني ممكن كانت تحسن الفيلم بالنسبة لي. واعتقد ان الفيلم كمان كان ممكن ينتهي في نقطة تمام وطولوا عنها بشوية. يعني كان في حاجات كده في اخر الفيلم حصلت كان ممكن الفيلم ينتهي قبلها، بصراحة انا حسيت كده. وفي ثغرات كتيرة على مدار القصة كلها، على مدار الحبكة، يعني حاجات اللي هو مش بتتشرح، حاجات مش بيتم التركيز عليها مع انها كانت مهمة شوية او منطقية على الاقل انها تتشرح وتتفهم. وانا شايف ان من رأيي ان ده كله بسبب ان مفيش محادثات في الفيلم. انا شايف ان لو كانت الشخصيات بتتكلم مع بعضها او بتقول كلام معين كان ممكن نفهم او ناخد كونتكست عن الحاجات اللي بتحصل. بس ففيلم نومان والسيفيو هو فيلم فعلا حلو وممتع قوي بالنسبة للسسبنس والخيال العلمي والرعب كمان. انا انبسطت منه في العناصر دي قوي. وبالنسبة للفيلم ميزانيته اقل شوية من افلام تانية، فانا حسيت ان المؤثرات كانت حلوة في اختيارات اخراجية حلوة برضو. بس المشكلة عندي ان الايقاع حكي القصة وكان في ثغرات كتيرة قوي في القصة، اسئلة بنتساب بيها مع نهاية الفيلم اللي هي غير مرضية اصلا، وعدم وجود محادثات وده جرح الفيلم بالنسبه لي قوي. ففيلم نو مان سيفي انا اديله 5.5 من 10. انتوا كمان اكتبوا لي تقييمكم للفيلم ده في الكومنتات. لو اتفرجتوا عليه ايه رايكم فيه، ايه اللي عجبكم وايه اللي ما عجبكمش. وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات كمان لو في فيلم معين عايزين نتكلم عنه، حاجه معينه عايزين نتكلم عنها. وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. وسلام.